السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده جايين بوصفة جميلة جدا وهي وصفة الملفيه. طبعا احنا عاملينه قبل كده على القناة، بس اتطلب مني ان انا اعمله تاني ونشوف ازاي يتقطع وازاي طريقة الحشو بتاعه وازاي ما يتبهدلش مننا ويتكسر مننا. بصوا ما شاء الله القطعة طالعة عاملة ازاي. تابعوا الفيديو عشان الكل يستفيد ويطلع منكم احسن من كده ان شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقة، يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معانا الملفيه بتاعنا اهو. تمام. ده ملفيه يا جماعه تبع شركه هابي ميكس. ده لسه المنتج لسه جديد، وعايز اقول لكم انا دقته في المعرض. طبعا كان طعم الملفيه بتاعه رهيب. الملفيه اللي احنا بنعمله جاتوه يا جماعه المفروض يبقى ملفيه جودته تكون كويسه، غير اللي احنا بنعمل بيه ام علي. يعني احنا طبعا بقى بتاع الجاتوه ممكن يتعمل بيه ام علي عادي، بس اهم حاجه واحنا بنشتغل في الجاتوه نعمل بملفيه يكون جودته كويسه، يكون ناعم معانا، ما يكونش اللي هو ايه مخشب او مورق ومهش قوي. لازم يبقى كده اهو، ويكون طبقته مش تخينه يا جماعه، طبقته تكون ايه رقيقه كده. تمام. الملفيه ده ما شاء الله عليه مستوي كويس جدا، بصوا عامل ازاي، طبقاته متساويه وكويسه. طبعا احنا الطلب بتاعنا ايه اهو، بصوا كده اهو. طبعا لو في مثلا شرايح زي كده اهو، دي هنحطها في النص مفيش اي مشكله فيها. لو احنا حابين نحطها، مش حابين ممكن نعمل الثلاث طبقات بس كده اهوت، وده مثلا نعمله ام علي ولا حاجه. خلاص كده يا جماعه. اول حاجه بقى نحضر الكريمه بتاعتنا. تمام. دول هنا كوبايتين ونص لبن، عليهم ربع كيلو باستري كريم. طبعا ده باستري من محل عندي. ما نحط السكر يا جماعه ولا حاجه، هما بس ايه الباستري مع اللبن. بصوا يا جماعه القوام بتاعه عامل ازاي بقى، ما شاء الله. بنعمل ايه بقى؟ ممكن نجيب معلقه قشطه كده. تمام. دي بتاعت يا جماعه دكتور بيكر، طعمها جميل جدا، عايز اقول لكم تحفه. ممكن نحط معلقه جبنه كريمي معاها كده اهو برضك صغيره. عايز اقول لكم يا جماعه المعلقتين دول بيعززوا الطعم جامد جدا. نبدا نضرب تاني بقى كده. بصوا يا جماعه بقى كده معلقه القشطه ومعلقه الجبنه الكريمي خلت كمان الباستري معانا ناعم جدا جدا، وعايز اقول لكم بتعزز الطعم بطريقه رهيبه. طبعا ده اختياري، لو مش حابين تحطوه ده براحتكم. تمام كده. بيجي معانا اول بقى رقه معانا اهي. تمام. بنحط ايه حته باستري من هنا عشان ايه نثبتها بس كده كده اهي. تمام كده. نبدا بقى ناخد يا جماعه الباستري كده بقى اهو. هناخد بقى الطبقه اللي في النص يا جماعه اللي هي ايه المكسره دي كده اهي، بنقطع شريحه على قد الحته اللي هي فاضيه دي يا جماعه اهي. طبعا لازم نظبطها كده عشان تطلع معانا ايه حلو. حته كمان اهي بنقصها كده. اي حته يا جماعه فيها فراغ ممكن نحط فيها حته، مفيش اي مشكله كده اهي. تمام كده يا جماعه. كده احنا ايه ظبطنا الحته اللي في النص. كده يا جماعه الطبقه الاخيره بتاعتنا بنحطها ايه مقلوبه كده عشان تظبط معانا، يبقى سطحها مظبوط معانا. تمام كده. نبدا بقى يا جماعه نسوي بقى بالسباتولا كده. كده يا جماعه احنا خلصنا بقى ايه الكريمه بتاعتنا. بنحطها في التلاجة تشد شويه مثلا لمده ساعه ولا حاجه، ونطلعها نكمل ايه الصوصات عليها. كده يا جماعه احنا طلعنا ايه الملفيه بتاعنا من التلاجة. تمام. انا هعمل نصه مربى مشمش ونصه هعمله شوكولاته. تمام كده. هقسم بالظبط كده اهو. هنحط يا جماعه بقى صوص الشوكولاته الاول كده.
ده بصوا يا جماعه انا عامل صوص شوكولاته ازاي. نص كوبايه لبن يا جماعه، تمام، وبحط فيها حوالي 220 جرام شوكولاته ساده او دارك. تمام، دي شوكولاته ساده طبعا اللي احنا بنشتغل بيها على طول، طبعا كلكم عارفينها، وطبعا كل زبايننا جربوها. احلى شوكولاته تشتغلي بيها جناش يا جماعه، محترمه جدا جدا جدا. هنعمل بقى جنب المربى المشمش. المربى المشمش يا جماعه بتبقى حوار جامد جدا، عايز اقول لكم طعمها جميل جدا، بيبقى على الايه الملفيه. بناخد بقى يا جماعه جناش الشوكولاته ونعمل خطوط على ايه، على المربى كده. كده يا جماعه معانا بقى ايه جناش شوكولاته بيضه. ناخد على الشوكولاته البني كده اهو، وبنيجي بقى بالخله كده نبدا ناخد خطوط كده. شايفين شكله عامل ازاي ما شاء الله. ونحط السكينه في ميه سخنه يا جماعه كده، ونبدا ناخد بقى ايه الحروف دي عشان نسويها كده. بصوا يا جماعه لازم سكينه مشرشره كده، وبننشر كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه. شايفين يا جماعه انا بعمل ازاي، بنشر لغايه لما انزل لتحت خالص اهو. كل مره بحط السكينه بتاعتي في ميه سخنه يا جماعه كده اهو. شايفين اهو، تمام. كل الجناب بتاعتي اتظبطت اهي كده اهو. بنشيل بقى الزياده دي يا جماعه كده اهوت، بنحطها في طبق طبعا بتتاكل طبعا ما بترميش. كده يا جماعه هنبدا بقى ناخد ايه من النص كده. بصوا انا هشتغل ازاي اهو، وبوز السكينه كده يا جماعه اهو، وببدا انشر كده لغايه لما افصل خالص. تمام كده اهو. على فكره انا ما بيتوش ولا حاجه، زي ما بيقول لازم يبات، هي بس نص ساعه قاعد في الثلاجه او ساعه بالكتير قوي. وانا جايب بقى بتوع الجاتو دول يا جماعه كده اهو، باخد على قدها بالظبط كده، وبعلم هنا كده، وابدا برضو اقطع كده اهو اهو. شايفين يا جماعه بكل سهوله اهو ما شاء الله اهو. قطعه طالعه معانا اهي، بسم الله كده وناخدها اهي يا جماعه، تمام. كده يا جماعه احنا خلصنا الجاتو بتاعنا. بصوا ما شاء الله طالع عامل ازاي. معلش طبعا عايز اقول لكم المربى طلعت طريه شويه. كنت بشتغل بمربى كانت اجمد من كده شويه، فطبعا ايه الشكل ما كملش عليها قوي. انا اول مره استعمل المربى دي مربى يا جماعه بتاعت هاي كواليتي، بس هي حلوه جدا وطعمها حلو جدا.
وتنفع للحشوات بديفور او سابليهات او كده اهوت. بس بصراحه انا حسيت ان هي على الجاتوه ساحت شويه وسيحت معايا الشوكولاته اللي كنت حاططها. شايفين الجناش بتاع الشوكولاته البيضاء مع السودا عامله ازاي؟ ما شاء الله مظبوط جدا وجميل جدا. انا اهم حاجه عندي النهارده تشوفوا تقطيع الجاتوه بتاع الملفيه وازاي نعمله وازاي نضرب الكريمه بتاعته. تمام كده. يا رب نكون افدناكم بالفيديو. حسنت عليكم وتفرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.